قال: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهو عند الصوفية في هذه الليلة من هذا الشهر؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المحدثات ومن البدع المنكرات التي لم تكن في الصدر الأول، وإنما جاءت بعد 400 عام من موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المولد دينا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدهم خلفاء بني أمية، وبعدهم خلفاء بني العباس، وهكذا من أئمة الدين الصحابة ثم التابعين، أو لفعله الصحابة ثم التابعون ثم تابعيهم، ولكن هذا لم يحدث. فأصحاب الموالد بين ضلالتين: إما البدعة إذا كانت موالدهم عبارة عن تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ونحو ذلك، ربما من الرقص. وإن كانت موالدهم فيها دعاء غير الله والنذر والذبح والتوسل، أي بدعاء المقبورين أو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، فهذا شرك أكبر. ومن قولهم فيها: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت منها الدنا، ما بين حر جوها وبردي. يعني ليلة القدر التي أنزل الله فيها سورة في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقولون بأن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر، بل يقولون: إيش ليلة القدر عند ليلة المولد؟ ويا لله ما يحصل في الموالد، الشركيات وهلم جر، مما تحتها ربما من الفواحش، كما رأينا وسمعنا لما نزلنا في بلاد تنزانيا. من قبل المغرب يجتمعون إلى بعد الفجر، لا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء ولا صلاة فجر، بل وقع في ليلة من الليالي في منتصف شعبان كسوف ولا صلاة كسوف، والرجال والنساء وبلاوي، نسأل الله السلامة. فمن فسدت عقيدته فسدت أخلاقه. وربما قال بعضهم في ليلة المولد: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره من النار وأن يغفر له الذنب. وإذا ما انتهوا من المولد يقومون: مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا. ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أنه حضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وهؤلاء يعتقدون أنه يحضر. أين يحضر؟ عند صوفية التريم، ولا عند رافضة صنعاء، ولا عند أي بلاد؟ كم هي الموالد التي تقام في الدنيا ويعتقدون أنه يحضر؟ قاتل الله البدعة. فالموالد محدثة لا يجوز المشاركة فيها ولا الرضا بها ولا الدعوة إليها، لا الموالد الموسمية ولا الشهرية ولا اليومية، فإن هنالك موالد أسبوعية.
كان هناك بيت من الشعر نسيته يقولونه: والله نسيته. والحمد لله، يكفي هذا في بيان بطلان المولد.